الفيديو ده معانا طريقة اللينير هي الطريقة الخامسة في ال differential equation. كده فاضل لنا طريقة كمان اللي هي برنولي، نكون خلصنا chapter 1. طب خلينا في اللينير بيبقى ليها فورم كده معينة، تبقى عاملة زي الفورم دي. لما اشوف مسألة كده y dash بلس bx، الbx ده بيبقى الكوفيشنت بتاع الواي، y داش بلس بي اكس، لو انا بسميه بي اكس، الكوفيشنت بتاع الواي بسميه بي اكس equal كيو اكس. انا لما بشوف الفورم دي او حاجة شبه الفورم دي عندي في المسألة، بحاول ابسطها واخليها شبه دي شكل مسألة اللينير. طب لما تجيلي مسألة زي دي بعمل ايه؟ اول حاجة بروح اجيب حاجة اسمها الميو دي بتساوي الاكسبوننشال الاي باور انتجريشن البي اكس اللي هو coefficient الواي بالنسبة لدي اكس. بعملها انتجريشن وكده اكون جبت الميو. بعد ما اجيب الميو بروح اجيب الواي اللي هي بتساوي 1 على الميو في انتجريشن الميو في كيو اكس اللي هي اللي بتساوي الرقم اللي برا بالنسبة لدي اكس، كل ده بلس سي. وبتكون المسألة دي هنا كده، ده الفاينل بتاع المسألة دي، المفروض تبقى اجابتي. بس بيجيلي مسألة زي كده، بجيب الميو بتاعها بيساوي اي باور انتجريشن البي اكس. بعد كده بروح اجيب الواي اللي هي بتساوي 1 على الميو في انتجريشن الميو في الكيو اكس دي اكس بلس السي. تعالوا نحل مسألة ونشوف الدنيا بتبقى ماشية ازاي. انا بص هنا، تعالوا نكتب الفورم بتاعت اللينير قدامنا فوق عشان نبقى شايفينها. الميو داش اللي هي دي واي على دي اكس بلس البي اكس في الواي بتساوي الكيو اكس. تمام، لو بصينا هنا هنلاقيها شبهها، بس في نقطة، في هنا اكس. انا عايز اشيل الاكس دي، مش موجودة هنا. انا عايز اخلي المسألة شبهها بالظبط. والبي اكس عندنا اللي هي -4، والكيو اكس عندنا اللي هي اكس باور 6 في اي باور اكس. طب اعمل ايه عشان اشيل الاكس دي؟ هقسم على اكس، هتبقى معايا دي واي على دي اكس ماينس 4 على اكس في واي بتساوي اكس باور 5 في اي باور اكس. لما اقسم الاكس هنا دي هتروح وهقسم على 4، لو 4 على اكس، والاكس هتبقى اكس باور 6 هتبقى اكس باور 5. تمام، دلوقتي المسألة بتاعتي بقت شبه الفورم الموجودة قدامي. هروح اعوض في القانون اللي هو الميو بيساوي e باور انتجريشن بي اكس بالنسبة للدي اكس. البي اكس اللي احنا قلنا ايه اللي هو ده نيجاتيف 4 على اكس، فهنقول ان ميو بتساوي e باور انتجريشن نيجاتيف 4 على اكس. انتجريشن بقى نيجاتيف 4 على اكس بنيجاتيف 4 لان الاكس، فالميو عندي هتساوي e باور نيجاتيف 4 لن الاكس. انا عندي حاجة كده في اللن لو قبلها رقم ممكن اخده واعمل له باور الاكس اللي جوه. يعني انا ممكن اقول كده ان الميو بتساوي e باور لن اكس باور نيجاتيف 4. حلو حلو. وعندي حاجة تانية، لما يكون عندي e باور لن الاي بيروحوا مع بعض، يعني الاي واللن بيروحوا مع بعض، هيبقى لي الميو بتساوي اللي جوه اللين بقى اللي هي اكس باور نيجاتيف 4. يبقى انا كده معايا جبت الميو بتساوي اكس باور نيجاتيف 4. نروح على القانون التاني. احنا قلنا لما بنجيب الميو في حاجة تانية بنجيبها للأخيرة الواي
اللي هي بتساوي 1/μ في انتجريشن ميو في كيو الإكس بالنسبة لدي إكس بلس السي بر. 1/μ، الميو اللي هي 1 اللي هي إكس باور نيجاتيف 4 هتبقى 1/x باور نيجاتيف 4 اللي هي إكس باور 4. حلو. في انتجريشن الميو اللي إكس باور نيجاتيف 4 في الكيو إكس اللي هي عندي فوق بإكس باور 5 في إي باور إكس. قلنا اهو الفورمولا اللي فوق اللي تبقى اللي بره عندي اكس باور 5 في اي باور اكس اللي هي اكس باور 5 في اي باور اكس في بلس سي بر. وهنا بالنسبة للدي اكس هعمل انتجريشن. اول حاجة الاكس باور نيجاتيف 4 اكس باور نيجاتيف باور 5 هيروح مع بعض بقى معايا اكس بس، فاكس في اي باور اكس. اكس في اي باور في اكس هعملها انتجريشن باي بارتس. اخد واحدة للديريفاتيف واحدة للانتجريشن. هاخدها للديريفاتيف مين؟ هاخد الاكس بحيث ان الاكس هتوصلني اسرع للزيرو. اكس انتجريشن ديريفاتيف الاكس ب1 وديريفاتيف ال1 بزيرو. الاكس هتوصلني اسرع للزيرو من ناحية الديريفاتيف. وفي الانتجريشن الاي باور اكس هعمل لها انتجريشن اي باور اكس برضو، هعمل لها انتجريشن اي باور اكس برضو. حلو. فبضرب الاول في التاني، بس التاني بيبقى بنكتف، يعني هيبقى عندي الواي بتساوي اكس باور 4 في اكس في اي باور اكس ماينس 1 في اي باور اكس باي باور اكس بلس السي. بس دي الفاينل انسر بتاعتي، خلصت. هو سوري بس السي معاهم جوه بلس السي. تعالوا نحل مسألة تانية. تعالوا نكتب برضو في كل مسألة المعادلة قدامنا الأساسية، الفورمولا الأساسية اللي هي واي داش بتساوي لا سوري اللي هي الواي داش بلس بي اوف اكس في واي بتساوي الكيو اوف اكس. حلو. انا ثانية لما اجي ابص هنا عشان اخلي المسألة دي زي دي محتاج اشيل اكس بار 2 بلس ال 9، فهقسم على اكس بار 2 بلس ال 9. فلما اقسم دي هتبقى دي واي على دي اكس بلس اكس في واي على او سوري تبقى اكس اوفر اكس بار 2 بلس ال 9. خلي الواي تبقى لوحدها بحيث تكون شبه الفورم equal زيرو على اي حاجة بزيرو. كده بقت نفس المسألة اللي عندي. هروح اجيب الميو. احنا قلنا الميو بيساوي e باور انتجريشن البي اكس بالنسبة للدي اكس. البي اكس عندي اللي هو مين؟ اللي هو ده البي اكس، فهاخد دي اعملها انتجريشن يبقى معايا الميو بيساوي e باور انتجريشن اكس اوفر اكس باور 2 بلس ال 9 بالنسبة للدي اكس. لو جينا بصينا هنا كده ميو اي باور انتجريشن اكس على اكس باور 2 بلس 9 دي اعمل لها انتجريشن ازاي؟ لو بصيت ايه رأيك لو خلينا ان اللي فوق يبقى ديريفاتيف اللي تحت؟ ساعتها هبقى اعمل هتبقى انتجريشن بتاعها لان اللي تحت. طب هعملها ازاي؟ انت لو تحت لو عملت لها انتجريشن دلوقتي انت عندك دي هتعمل لها انتجريشن ازاي؟ لو بصيت كده تعالى فكر معايا، ايه رأيك لو خلينا اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت بحيث ان انا اعمل لها لين اكس باور 2 بلس 9؟
طب ازاي بقى اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت؟ لو عملنا ديريفاتيف اللي تحت x باور 2 بلس 9 هيبقى 2x بلس 0 اللي هي 2x. حلو. مش احنا في الانتجريشن ممكن نضرب رقم جوه ونقسم على نفس الرقم بره؟ يعني لو ضربت هنا في 2 فاقسم بره على هاف. طب ما اعمل كده خلاص اهو. هقول له الميو بيساوي e باور انتجريشن هاف بره، ثواني كتبها بشكل احسن، e باور هاف بره انتجريشن واضرب فوق في 2 x على x باور 2 بلس 9. دلوقتي لو بصيت هتلاقي ان فوق ديريفاتيف اللي تحت بس، فالإجابة هتبقى معاك ان الميو بتساوي e باور هاف لن ال x باور 2 بلس 9. قلنا قبل كده الهاف دي ممكن ادخلها تبقى باور اللي جوه، هيبقى معاك الميو بتساوي e باور لن x باور 2 بلس 9 قوله فيت باور هاف. قلنا ال e باور اللن، ال e واللن بيشيلوا بعض، فيبقى لي ان الميو بتساوي x باور 2 بلس 9 باور الهاف. تمام. هنخش بقى على القانون التاني اللي هو الواي. طالما بقى معاه الميو، الواي بتساوي اللي هي 1 على الميو في انتجريشن الميو في كيو الاكس بالنسبة لدي اكس بلس السي. تمام. فالواي كده بتساوي 1 over x باور 2 بلس 9 all of it باور half integration الميو اللي هو x باور 2 بلس 9 باور half، والكيو اكس معايا اللي هنا بكام؟ بزيرو اهي، فهتتضرب في زيرو بلس السي، فلما اضرب في زيرو فكل ده هيروح، فمبقاش في انتجريشن اصلا. هتبقى معايا ان الواي بتساوي 1 over x باور 2 بلس 9 عرفت باور الهاف في السي. ممكن احط السي فوق عشان تبقى شكلها احلى، سي بس. ودي الفاينل انسر بتاعتي. تعالوا نحل مسألة كمان. هنا بيقول لي x دي واي على دي x بلس الواي بتساوي 2x. انا عشان اظبط الفورم المسألة بتاعتي عايز اشيل الاكس دي، الواي داش لازم تكون لوحدها، فهقسم على x، فيبقى معايا دي واي على دي اكس بلس واي هقسم على x على x equal هقسم على x برا 2 في x على x ب2. حلو كده بقى شكل المسألة معايا. خلينا قلنا نوضب دي احسن، تبقى 1 على x بحيث اعرف يبقى واضح لي اكتر البي اكس بتساوي كام. 1 على x في y. نخش نجيب الميو. الميو كانت بتساوي e باور انتجريشن بي اكس اللي 1 على x، 1 على x بالنسبة لدي اكس. دي هتبقى الميو بتساوي e باور انتجريشن 1 على x لين الاكس، وزي ما قلنا ال e بتطير اللين، فالميو عندي بيساوي الاكس. هروح للقانون اللي بعده اللي هو الواي بيساوي 1 على الميو اللي هو 1 على x في انتجريشن الميو اللي هي الاكس في الكيو اكس معايا هنا اللي هي ب2 بلس السي. ده كل ده بالنسبة للدي اكس. هعمل انتجريشن هيبقى معاك الواي تساوي 1 على x في انتجريشن الاكس x باور 2 over 2 وفي 2 هنا بلس السي. عندك ال2 دي هتروح مع ال2 دي، ولما ال1 على x دي تخش
في اكس بار 2 هنا هتروح، فيبقى معاك الواي بيساوي اكس بلس 1 على اكس في السي. دي الفاينل انسر بتاعتك. بعد ما جبنا المسألة عايز بقى تعويض ان انا اجيب السي. مديني هنا ان الواي لما الاكس ب1 ولما الواي ب0، اكس ب1 والواي ب0 هقعد مكان كل اكس ب1 مكان كل واي ب0. ده معناه ان انا هيبقى معايا 0 بتساوي 1 بلس 1 على 1 في السي. انا كده معايا ان السي بتساوي -1. كده مسألة خلصت.